السلام عليكم. فيلمنا النهارده من افلام جاكي شان الجميله جدا، بس قبل ما نبدا ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناه ولايك وكومنت. ويلا بينا نبدا. فيلمنا بيبدا باتنين رجاله وهم بيتقاتلوا، وبيكون راجل شرير عايز يعرف مكان الراجل العجوز علشان ينتقم منه، وبنعرف ان الراجل الشرير ده بيقتل اي حد بيقف في طريقه، وبنشوف الراجل التاني وهو بيرفض يقول له مكان الراجل العجوز وبيهجموا على بعض، وبنشوفهم وهم بيضربوا بعض، ولكن الراجل الشرير بيقدر ان هو يهزمه ويقتله. وبنروح للراجل العجوز وهو مريح جسمه حبتين، وبعدها بيعمل قبضة التعبان بايده وبيصطاد ذبابة، وبعدها بيقفش كل الذباب اللي موجود بنفس الحركة. وبنكتشف ان الراجل العجوز ده بيستخدم اسلوب قبضة الافعى اللي بتكون اذكى اسلوب قتال ومحدش بيقدر يهزمه. وبنروح لعم الناس جاكي شان، وبيكون شغال هناك عامل نظافة، وبنشوفه وهو بيمسح الارض وبيشوف الطلاب وهم بيتمرنوا، فبيبدأ يعمل زيهم وهو قاعد على الارض. وبنشوف معلم من الدوجو وهو بيجهز علشان يستعمل بطلنا زي كرة الجولف، وبعدها بيضربه على المنطقة ويدخل بدماغه في جردل المية، وبيكون المعلم ده ضربه علشان بيشوفه مش شغال. وبنشوف المدرب ده وهو بيبهدل الدنيا قصد علشان بطلنا ينظفها، وبنشوف نفس المعلم وبينده على جاكي شان علشان يستعمله في التمرين، وبيستعمله في انه يمثل عليها الحركات مضربة يعني من الاخر. وبيبقى بطلنا بيحاول يصد الضرب، لكن المعلم بيزعق له وبيقول له ما تصدش، وبيضربه وبيوقعه على الارض. وبنشوف بطلنا وهو واقع على الارض وبيجي الطباخ وبيقول له هم ضربوك تاني، لكن هو بيبقى متضايق وبيعيط علشان مش قادر يعمل حاجه لان ما عندهوش غير المكان ده، وبيقوم ويطلع يجري. وبنروح للمدرسه التانيه اللي بتكون منافسه للمدرسه اللي فيها جاكي شان، وبنشوف ناس منها رايحين للراجل العجوز وهو قاعد في حاله وبيبداوا يهجموا عليه، وبيبقوا هم كتير لكن عم الحاج ده بيصد كل ضرباتهم، وتحسه سكران في نفسه وبرضه بيصدهم، لكن يا عم الحاج الكتره تغلب الشجاعه. فبنشوفهم وهم بيتكاتروا عليه وبيوقعوه وبيفضلوا يضربوا فيه، وبطلنا بيكون معدي وبيشوف اللي بيحصل، وطبعا بسرعه بيروح عندهم وبيعمل لهم كام حركه وبيخوفهم، وبيبدا القتال بينهم، لكن بطلنا بيبقى بطيخ خالص وما بيعرفش اي حاجه في الضرب، فالناس بيضربوه وبيقع على الارض، وبيقول للعجوز انت بخير يا عم الحاج، واصلا بيكون هو اللي محتاج المساعده. وبعدها بنشوف المعلم وهو بيمسك العصايه وهي في ايد جاكي شان، وبنشوفه وهو بيوجه العصايه وبيضرب الطلاب من المدرسه التانيه. وبعدها بطلنا جاكي افتكر انه بقى قوي وبيهزم الطلاب، وبعدها بطلنا بياخد عم الحاج على المكان بتاعه، وبنشوفه هو بيعرفه على القطه بتاعته وبيتعرفوا على بعض وبيبقوا صحاب. وبنشوف بطلنا جاكي شان وهو بيعمل واجب الضيافه وبيجيب للراجل الشاي، وبعدها بيدخل عليهم الطباخ، فبطلنا بيعرفهم على بعض، والطباخ بيقول لهم انا عندي اكل لذيذ هجيب لكم منه، فبيفرح جاكي وبنشوف الطباخ داخل عليهم بالاكل. وبعدها الطباخ بيقول له المعلم عايزك يا عم جاكي. جاكي وشه قلب واتضايق وعرف انه هيتضرب تاني، وقال للراجل العجوز راجع لك تاني بسرعه. وبنشوف بطلنا ان في طالب بيتدرب عليه وبيفضل يضرب فيه، والراجل حس بحاجه ودخل ولقى جاكي بيتضرب من عيل صغير، وبنشوف جاكي بيرد الضربه ببوكس في وش الطالب، بس بنشوف الطالب وهو بيهدده وبيقول له انت مش مسموح لك تضربني، وبيقول له لو عملت كده تاني هيقول للمعلم. وبنشوف جاكي بيخاف وما بيضربوش، والطالب بدأ يضرب فيه تاني، ورجع للراجل العجوز وهو بيسأله ايه اللي حصل معاك. جاكي بيقول له مفيش حاجه حصلت. رد العجوز وبيقول له ازاي يا ابني انت شكلك كنت بتتخانق، فزعل جاكي وقام جري، والراجل بيبقى مش فاهم حاجه خالص، فبيكلمه الطباخ وبيبدأ يفهمه اللي بيحصل مع جاكي، وان هو عامل النظافه بتاع المكان، وانه كل يوم بيتضرب من الطلبه وبيتعلموا عليه. وطبعا عم الحاج ما بيعجبوش الكلام خالص، وبنشوفه هو بيدخل لجاكي وبيحاول يغير من موده، وبيقعد يعمل حركات بالطبق وبيحطه على دماغه وبيقول لجاكي تعرف تاخد الطبق ده مني، فبيقوم جاكي وبيحاول ياخد منه الطبق، لكن العجوز بيبقى سريع جدا ومهاري جدا وبيحط ايده على جاكي وما بيعرفش يوصل للطبق. وبنشوف عم الحاج ربنا يديله الصحه وهو بيتشقلب بالطبق، وجاكي لسه بيحاول ياخد منه الطبق ومفيش فايده، وفي الاخر طلع ان الراجل العجوز بيحاول يخليه يحرك جسمه. وبنيجي لليوم اللي بعده وبنشوف جاكي وهو صاحي من النوم ومش بيلاقي الراجل العجوز، وبيكون عم الحاج مشي وبيبص جاكي على الحيطه فبيشوف كلام مكتوب، وطلع ان الراجل العجوز هو اللي كتب الكلام ده، وانه اساسيات بدايه القتال، والاساسيات دي لازم يتعلمها علشان
عشان يكون أسرع وأخف في الحركة. وبيفكر جاكي في الموضوع ده وبيطلع بره، وبنشوف إن عم الحاج ربنا يبارك له راسم له خطوات على الأرض، وإنه لو اتبع الخطوات دي هيتعلم القتال. وفعلا بنشوف جاكي بيتتبع كل خطوة بطريقة صحيحة، وبيبدأ فعلا يتعلم القتال. وبعدها بنشوفه وهو ملطشة تاني، لكن هو بيضرب واحد من الطلاب، فبنشوف المعلمين وهم بيضربوه وبيقولوا له إنه خسرهم الطلبة بتاعتهم. وبنشوف جاكي بيجري وهو بيعيط كالعادة وشكله متضايق جدا وعمال يضرب في الشجر. وفجأة بنلاقي عم الحاج بيجري هو كمان وهو مضروب، فبيجري عليه جاكي وبيقول له انت كويس يا عم الحاج، لكن عجوز بيبقى مش قادر يعمل حاجة. فبنشوف جاكي بياخد عم الحاج للمكان بتاعه، وبنشوف جاكي وهو بيحاول يعالج الراجل، وبعدها بيجيب له اكل وبياكله بايده. طيب يا جاكي والله، وفعلا بيساعده لحد ما عم الحاج بقى احسن شوية. وبنعرف ان سبب اصابة عم الحاج ان في ناس بيطاردوه تبع الراجل الشرير اللي بيدور على العجوز، وبنعرف ان الناس دول اتكتروا عليه واصابوه وحاولوا يقتلوه، لكن هو قدر يهرب منهم. وبنشوف عم الحاج فاق جدا وجاكي عامل له اكل، وكان عم الحاج مبسوط جدا بمعامله جاكي الطيبه ليه، وقرر يعلمه الاسلوب بتاعه اللي هو اسلوب الافعى. وطبعا معروف عن عم الحاج انه اقوى واحد بيستخدم اسلوب الافعى. وبيبدا الراجل العجوز تدريب جاكي، وبيبقى معاه عصايه بيقعد يعدل بيها وضعيات جاكي في التمرين، وبنشوفه وهو بيعلمه كل الاساسيات. وبنشوفه برضه وهو بيحاول يقوي جسمه عن طريق انه يعمل ضغط على اعواد البخور. انا معرفش ايه دي الصراحه، مشيها اعواد بخور. وبنشوف عم الحاج وهو حاطط رجله فوقيها علشان يزود الضغط عليه. وبنشوف بعدها ان عم الحاج مدخل ايده مع ايد جاكي في حلقه علشان يقدر يستوعب اكتر، وبيضربه في عينه. وبعدها بنشوفه انه خلاص ابتدى يتقن الاسلوب، وبنروح لعصيان عليها بيض وبيبتدي يمسكها زي الافعى. وبنشوفه هو بيتمرن بجد في الصبح وفي الليل لحد ما اتقن الاسلوب 100%. وبنروح لجاكي وهو بيمسح الارض بتكبر وبيكون واثق في نفسه جدا، وبيشوفه المعلم الرخم وبيروح علشان يضايقه تاني، لكن بنشوف جاكي حس ان هو موجود وقام وابتدى يمسح الارض كويس. وبنشوف المعلم وهو بيحط رجله في الدقيق وبيروح علشان يوسخ الارض اللي مسحها جاكي، لكن بنشوف جاكي وهو بيدخل وبيرمي الفوطه تحت رجله علشان ما يدوسش على الارض ويبوظ شغله. لكن المعلم الرخم بيحاول تاني وتالت، لكن بنشوف جاكي بمهاره عاليه جدا بيحط الفوطه تحت رجله، وبيفضلوا كده وجاكي بيتحرك بسرعه جدا ويلحقه لحد ما المعلم بيزهق وبيمشي. وبيجي واحد من المدرسه المنافسه ليهم وبيبقى عايز يتقاتل معاهم، وبنعرف ان الواحد ده يبقى ابن الراجل الشرير اللي بيدور على العجوز. وبنشوف المعلمين بيتعازموا على مين هيقاتلوا، لكن الواد بيقول لهم انا هقاتلكوا انتوا الاتنين سوا. فالاتنين بيبصوا لبعض وبيستعدوا للقتال، وبعدها بيبدأ القتال بينهم وبيقعدوا يعملوا حركات قتالية. لكن بنشوف ابن الراجل الشرير مش نافع معاه حاجة، وبسهولة بيضرب الأول وبيوقعه على الأرض، وبيروح للمعلم الرخم وبيفضل يضرب فيه بحركات قتالية جامدة. وبنشوفه هو بيضربه بالشلاليت وبيثبته على رجله، وبكده بيكون هزمه. ولما الطلاب بيشوفوا ان المعلمين بتوعهم ضعاف جدا، الطلاب كلهم بيروحوا المدرسة التانية، والمدرسة بتفضى ومش بيفضل فيها غير جاكي شان. وبنشوفه وهو لسه بينظف، وفجأة بيدخل عليه معلم من المدرسة، وبيكون المعلم ده مسافر من مدة، ولما رجع لقى المدرسة بايظة خالص بسبب اللي عمله ابن الراجل الشرير، وملقاش ولا طالب في المدرسة. وبيجري وبيسأل جاكي وبيقول له ايه اللي حصل، وجاكي قال له على كل اللي حصل. وهنا بنشوف المعلم ده بيتضايق وبيجري على المدرسة التانية. ولما بيوصلوا المدرسة بنشوف المعلم وهو بيقول لمعلم من المدرسة التانية انا جيت علشان اقاتلكم، علشان الطلاب يعرفوا ان مدرستنا اقوى من مدرستكم ورجع التلاميذ معايا. لكن المعلم التاني رفض القتال وقال له تلاميذك جم هنا بمزاجهم ومحدش اجبرهم على حاجة. لكن المعلم بيرفض وبيقول له انا مش همشي من غير ما اقاتلكم واخد التلاميذ. وبيدخل واحد من المدرسة التانية وبيهجم على المعلم، لكن بنشوف المعلم بيضربه وبيهزمه بسهولة. وبعدها بيظهر ابن الراجل الشرير، وهنا بنشوف جاكي وهو بيحذره وبيقول له خلي بالك يا باشا عشان ده اللي هزم المعلمين بتوعنا. والمعلم بيقول له حاسب كده حاسب، وبيجري عليه وبيبدأ قتال بينهم، وبيحاول المعلم انه يهزمه، لكن ابن الراجل الشرير بيكون اقوى جدا. وبنشوف ابن الراجل الشرير وهو بيهزم المعلم ولسه هيقضي عليه، وفجأة بنشوف جاكي وهو بيحدف عليه الجزمة بتاعته. جاكي بيقول له انت بتحاول تقتله ولا حاجة؟ ابن الراجل الشرير بيتعصب وبيقول له انت عايز تتضرب انت كمان، وبيروح لجاكي وبيمسكه، لكن جاكي بيقول له بلاش انا، وهو بيكون بيحاول يتجنب القتال مش عشان خايف منه، عشان بيبقى مش عايز يضرب. بيبدأ ابن الراجل الشرير يضرب فيه، لكن جاكي بيستخدم اسلوب الافعى
وبيصد ضرباته وبيضربه. وهنا بيظهر الراجل الشرير وبيشوف جاكي وهو بيستخدم اسلوب الافعى وبيعرف انه اتعلم من الراجل العجوز. وبنرجع لجاكي والقتال بيبدأ بينه وبين ابن الراجل الشرير، وابن الراجل بيحاول يهزم جاكي، لكن بطلنا بعد ما اتعلم اسلوب الافعى بقى قوي جدا. وبنشوف جاكي وهو متمكن جدا من القتال وبيضربه ابن الراجل الشرير ضربات جامده كتير، وبعدها جاكي بيضربه تحت الحزام وبيقضي عليه. وهنا الراجل الشرير بيتضايق جدا، وبنشوف جاكي وهو رايح للمعلم وبيسنده وبيروحوا على المدرسه. ولما الطلاب بيشوفوا جاكي بيهزم ابن الراجل الشرير بيتحمسوا جدا وبيرجعوا كلهم معاه. وبيروح جاكي للمكان بتاعه وبيكون لسه بيشرب، فجأة بيلاقي رسالة وبيفتكر انها من عم الحاج، لكن مش بتبقى منه وبتبقى من الراجل الشرير، وبيبقى مكتوب في الرسالة ان عم الحاج مسافر. وبنشوف جاكي وهو بيروح للمكان اللي عم الحاج متعود يقعد فيه، لكن بيظهر الراجل الشرير وبيقول له انا صاحب عم الحاج، وبيسأله عليه وبيقول له هو فين، لكن جاكي مش بيبقى مصدق وبيقول له اثبت لي، وبيعمل اسلوب الافعى وبيستعد للقتال. وبعدها بيبدأ قتال بينهم، والراجل الشرير بيستخدم اسلوب مخالب القطة، وده بيكون اسلوب مميز جدا وبيكون من اقوى الاساليب القتالية. وبيبدأ القتال بينهم، والراجل الشرير بيصد ضربات جاكي كلها وبيهزمه. وجاكي هنا بيتأكد انه صاحب عم الحاج مع انه مش صاحبه ولا حاجة، وبيقول له جاكي ما تعلمني الاسلوب بتاعك، لكن الراجل الشرير بيرد عليه وبيقول له خلي المعلم بتاعك هو اللي يعلمك، لكن جاكي بيقول له ان المعلم بتاعه ماشي وهيرجع بعدين. وبعدها بنروح لمشهد تاني، وجاكي بيكون في المكان بتاعه بيحاول يقلد اسلوب الراجل، وفجأة بيشوف تعبان عايز يهجم على القط بتاعه، لكن القط بيقدر يموت التعبان. فجاكي بيبقى فرحان بالقط بتاعه وبيمسك ايده وبيفكر شوية، وبعدها بيكتشف ان ايده القط شبه قتال الراجل الشرير، فبعدها بيضم ايده شبه مخالب القطة. وبنشوفه بيطلع بره المكان بتاعه وبيبدأ يدخل اسلوب الافعى في اسلوب القطة وبيبتكر اسلوب جديد. وبنشوفه وهو بيتدرب وبيعمل الحركات اللي بتجمع بين الاسلوبين وبيبقى قوي جدا. وبعدها بيجي عم الحاج وجاكي بيقول له انت سافرت ليه وصاحبك جه وسأل عليك، فطبعا عم الحاج مش بيبقى فاهم حاجة، فجاكي بيقول له استنى راجع لك تاني، وراح عشان يدور على الراجل الشرير. ولما وصل ليه جاكي بيقول له انا جاي لك انت، وبيقول له ان عم الحاج رجع تاني، وجاكي بيقول له يلا تعالى هوديك ليه. وطبعا الراجل بيروح معاه على طول وبيبدأ يجهز للقتال، لكن لما بيوصلوا مش بيلاقوا عم الحاج، لان عم الحاج بيبقى خد ديله في اسنانه وخلع. لكن الراجل الشرير بيبقى ذكي وبيعرف هو ماشي من انهي طريق، وبنشوفه وهو بيتسلق الجدار بسرعه، وبنشوف جاكي وهو جايب سلم وبيطلع عادي. وبعدها الشرير بيجري بسرعه علشان يلحق عم الحاج، وبيكون عم الحاج بيحاول يهرب لكن الشرير بيقدر يوصل له. وبنشوف الراجل العجوز بيستعد وبيستخدم اسلوب الافعى، والشرير بيستعد وبيستخدم مخالب القطه. وبنشوف الشرير وهو بيضرب العجوز، لكن العجوز بيصد كل ضرباته، لكن عم الحاج بيبقى كبير في السن والراجل الشرير لسه شباب، فبيضربوا الشرير باسلوب القطه وبيوقعوا على الارض، لكن المعلم بيعافر وبيقوم وبيحاول يضربه. وبنشوف الراجل العجوز وهو بيتشقلب في الهواء وبيحاول، لكن برضه من غير فايده. فبنشوف الراجل الشرير وهو بيضرب عم الحاج وكان خلاص هيقضي عليه، لكن بنشوف جاكي شان بيتدخل وبينقذ العجوز. جاكي بيقول له ايه مش عايز صخره، وبيقول له انت خدعتني وضحكت عليا. وهنا بيعرف ان الراجل ده مش صاحبه ولا حاجه وانه عايز يموته. الشرير بيقول له انت دلوقتي خليتني اكرهك وهتخليني اقتلك انت كمان بعدين. فالعجوز بيقول له لا ده مش تلميذي مالكش دعوه بيه. وهنا جاكي بيقول له انا مش تلميذه لكن هو معلمي. فالراجل الشرير بيقول له انا ماليش صالح انت تلميذه ولا لا، بس اي حد بيستخدم اسلوب الافعى انا هعمل معاه الغلط. فجاكي بيقول له ايه ده، هو الكلام ده حقيقي؟ ده شكله عبيط. فالمعلم بتاعه بيقول له يخرب بيتك انت بتقول ايه، وبيقول له يا ابني انت مش قده ومش هتقدر تهزمه، وكان عاوزه يهرب. لكن بنشوف جاكي شان وبيقول له يا معلمي ازاي هقدر اسيبك هنا، وبيبقى متضايق ان الراجل الشرير ضحك عليه وخدعه. فالراجل الشرير بيقول له انا هكسر سنانكوا دلوقتي. فجاكي بيقول له ها هتكسر سناني، هنشوف يا روح خالتك. وبينط عليه الراجل الشرير وبيضربه ضربه في صدره. وبنشوف جاكي وهو بيعمل اسلوبه الجديد اللي بيجمع بين اسلوب قبضه الافعى واسلوب القطه، وجاكي بيضرب الراجل الشرير بيه. فبيندهش الراجل الشرير وبيسال جاكي وبيقول له ده مش اسلوب قبضه الافعى. جاكي بيقول له ده اسلوبي، اسلوب مخالب القطه، وبيبدا يضرب فيه وبيعمل حركات كان بيخربشه زي القطط بس مع تحركات الافعى، وبيقعد يتشقلب على الارض وبيصد ضربات الراجل الشرير. وبنشوف جاكي وهو بيبدل بين الاسلوبين وبيضرب الراجل الشرير وبيوقعه على الارض. وبيبدا القتال مره تانية، وبنشوف الراجل الشرير بيدي لجاكي
جاكي كام ضربة، وبعدها بنشوف الراجل بينط وبيضرب جاكي بالرجل وبيوقعه على الأرض، وبنشوف جاكي وهو بيقوم وبيصد ضرباته بحركات بهلوانية جامدة، وبيضرب جاكي الراجل بالرجل في المنطقة من ورا، وبعدها بيضربوا بعض تاني، لكن جاكي بيكون أفضل منه وبينط من فوقيه وبيضربه، وبنشوف جاكي بيمسك إيده وبيفضل يضربه كذا مرة برجله كان بيتنطط، وبعدها بينط عليه وبيمسك فيه برجليه وبيفضل يضرب فيها بإيده كأنها مخالب، وبنشوفه وهو بيوقعه على الأرض وبيديله بإيده في دماغه وبيهزمه. وهنا بيجي الطباخ وبيقول له عاش يا جاكي، انت قدرت تهزم الراجل الشرير. فجاكي بيقول له انت جيت هنا ازاي؟ الطباخ بيقول له انت اتعلمت الاسلوب ده فين؟ لسه بيقول له جاكي من معلمي. قام الطباخ مطلع سكينه وكان هيقتل بيها جاكي، لكن عم الحاج الله يبارك له مسك السكينه وكسرها. الطباخ بيقول له مش مشكله، انا كده كده سمنت الشاي بتاعكم. وبعدها بنشوف جاكي بيتألم وبيقع على الارض هو والمعلم بتاعه، لكن كل ده بيطلع خدعه، والمعلم بتاعه مسك جاكي من رجله وضرب بيه الطباخ وكمل عليه عم الحاج وضربه وهزمه. وبعدها بنشوف المعلم وجاكي ماشيين سوا، وعم الحاج بيقول له انت شاب ذكي جدا لانك قدرت تجمع بين الاسلوبين، لكن بيقول له انا ما حبيتش الاسم مخالب القطه. فجاكي بيقول له اديله انت اسم من عندك، فقال له عم الحاج هنسميه الافعى في ظل النسر. وهنا بيخلص فيلمنا. لو عجبك ما تنساش تعمل اللايك الجميل وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، واستنونا في فيديوهات تانية كتير. سلام.